الإنسان لما يريد أن يتحدث عن الأنوار عليه أن يتسلح بسلاح الأنوار، وعليه أن يكون له لسان ينطق عن تلك الأنوار التي كونها الله سبحانه وتعالى من نور عظمته. ففي 3 من شهر شعبان سنة 4 للهجرة النبوية الشريفة هبط النور الإلهي إلى هذه الأرض، وثقلت هذه الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب أي وضع الحسين عليه السلام. ولما وضع الحسين بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أخذه النبي صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره، ومن ثم قبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله، ومو قول عاطفة ولا قول لحفيد، بل هو لبيان عظمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الحسين عليه السلام هو الذي يقوم بهذه الرسالة، وهو صاحب الفتح، وهو صاحب النهضة التي عادت للإسلام صورته واسمه وما يريده له الله سبحانه وتعالى. فقال الحسين عليه السلام: أما ترون أن الحق، أن المعروف لا يؤمر به، وأن المنكر لا يتناهى عنه؟ وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، فهو الصالح والمصلح، وهو الإمام ابن الإمام أبو الأئمة. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي زين الله سبحانه وتعالى به عرشه، فكتب على ساق ذلك العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. على من أراد الكرامة والعزة والرفعة عليه أن يحذو حذو الحسين، وأن يتمسك بالحسين، وأن يسير على خطاه، وهو القائل: هيهات من الذل. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن الذي اختير قبل أن يخلق، فنتكلم عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الذي اختاره أمير المؤمنين بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فكان أمير المؤمنين عليه السلام هو اللي يختار عن الله سبحانه وتعالى، فاختار الوعاء ليأتي بهذا الدر، وهو أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أبي الفضل العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان. أبي الفضل العباس هو الذي نصر الحق ووقف مع الحق، وبذل كل ما في وسعه حتى شكر الله سعيه، وبعث ملائكته ورسله ليبلغوه تحيته. وكذلك أئمة الهدى، ومنهم الإمام الصادق، لما يأتي ويقف على باب أبي الفضل العباس فيقول: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصدق المنتجب والدليل العارف والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فالإمام والأنبياء جميعا والملائكة المقربين
كلهم يسلمون مع سلام الله سبحانه وتعالى على أبي الفضل العباس. ونحن كذلك نسلم في كل صلاة على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي الفضل العباس في كل صلاة. يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين. ونحن نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني على أبي الفضل العباس كذلك. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن زين العابدين، فالإمام زين العابدين الذي ينادي يوم القيامة منادي من بطنان العرش: ليقم زين العابدين. وفي ذلك اليوم جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء من الأولين والآخرين مجموعين في ذلك اليوم، فلا يقوم أحد إلا علي بن الحسين زين العابدين يتخطى الرقاب فيقال: هذا زين العابدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما ذكرت نعمة عند علي بن الحسين إلا وقال الحمد لله. فالإمام إمام شكر وإمام طاعة وإمام دعاء. الإمام الذي حسبوه عليل لا يقدر على القول، وإذ به يقود الرسالة بثقلها بعد أبيه الحسين. الإمام الذي ورث آباءه، الإمام الذي عاد إلى الأمة صوت الحق الذي سلب منها بيد أو على يد الطغاة العصاة. فالإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي عاد البوصلة إلى الإسلام، الذي خرج وبذل من أجله دمه الإمام الحسين عليه السلام. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن الذي ولد في 11 من شهر شعبان، فنتكلم عن أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو علي الأكبر ابن الحسين. هذا الذي سأل إمامه وأبوه لما سمع الحسين قال: أباه أراك تكثر من الاسترجاع. قال: يا بني كأني بنفسي نسير والمنايا تسير معنا. فقال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نخشى إن وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت. هذا كذلك صلب الإيمان نافذ البصيرة. ويكفيه شهادة الإمام الحسين أنه أشبه الناس برسول الله، وكانت رؤيته تذكر برؤية رسول الله. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن الوعد الإلهي، عن ناصر المظلومين والمحرومين الذي ولد في الليلة التي توازي ليلة القدر، ليلة النصف من شهر شعبان، الإمام الذي بشر به جميع الأنبياء وأتى ذكره برسائلهم. فالإمام الذي قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهو الذي يرث الأنبياء والمرسلين ويرث آبائه. الإمام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله:
لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يخرج ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا الإمام الذي يحقق آمال الأنبياء، آمال الأئمة، آمال المحرومين، هذا الإمام الذي تكون له دولة عالمية، دولة إلهية، هذا الإمام الذي إذا ظهر يقول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا الإمام الذي ذكر في القرآن بآيات كثيرة وعديدة، ومنها واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يوم خروج الإمام صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإمام المنتظر، هذا الإمام المنتظر، هذا الإمام المنتظر لنصلح أنفسنا ولنعود إلى ربنا. هذا الإمام الذي يعول علينا أن نتقي ونحفظ حدود الله. هذا الإمام الذي يرانا صباحا ومساء. هذا الإمام الذي يقول الله تعالى فيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فهو يرى أعمالنا ويسمع أقوالنا ويشهد مقاماتنا أينما نكون. فهذا الإمام ينتظر منا أن نصلح أنفسنا. وختاما رسالة إلى الأخوة، إلى خدام الإمام الحسين، إلى المؤمنين جميعا. أيها الأحبة، نحن في زمن الغيبة، نحن في زمن كثرت فيه الأحاديث عن أهل البيت وعن النبي الكريم والرسول العظيم، وهو القائل يأتي على أمتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أيها الأحبة، اليوم نسمع لما خطيب ينصح خطيب أو يشكل على خطيب أو يلاحظ على خطيب، والمؤمن شنو؟ مرآة أخيه المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون أخوة. هذول الأخوة إذا واحد كشف للآخر، حتى إن كانت حقيقة هذا الكشف أو اشتباه، لماذا نتدخل فيما لا يعنينا؟ لماذا نتحزب؟ لماذا نكون فئات ومجاميع؟ لماذا يكون النقد والتسقيط على الصفحات والتواصل الاجتماعي والشتائم والتهم؟ لماذا؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام من كثر كلامه كثر خطأه. أرجو منكم الاستماع جزاكم الله خير. يقول أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكلام لما يكثر على الآخرين شوفوا شنو خطورته، شنو خطورته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياءه، ومن قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. فعلينا أن لا نميت قلوبنا وأن نبقى تابعين للحسين ومن على نهج الحسين، ولا نسقط بالمؤمنين وخصوصا خدام الإمام الحسين عليه السلام. يقول تعالى وما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نحصن أنفسنا وأن نكون منتظرين لخاتم الوصيين لسيدنا ومولانا الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا إلهي بالرسول ونوره، غايب الإسلام عجل ظهوره، ما على حكمك يا إلهي نعترض، حيث أمرك واجب ونهيك فرض، لكن إن غايب وحي على الأرض، بسهم هجر شهودنا مفطورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا ومجالسنا، وأن نكون على وعي وعلى روية، وأن لا نتقدم ولا نتأخر عن محمد وآل محمد.